99 مرة. ايه يا وعين الحاسد اعمى. ويا ما تقدر عليك ان شاء الله. طيب بس اعمل تشكيل شرفه بين 9 و 14. يلا مبروك. موسيقى عم تعملوا لنا غيس. حضرة الأستاذ ميشيل عوض، حضرة مدير مؤسسة الإسكان التعاوني الدكتور أيمن عبد الله، حضرة مدير مؤسسة إنعام عوض الشيخ نبيل معوض، حضرة فريق عمل التمكين، حضرة رؤساء البلديات وأعضائها ومخاطير وأهالي بلدات تولى أسلوب حي تولى وتعريفات محترمين. من عاداتنا اللبنانية إذا صديقا أو حبيبا رصد منزلا فأول ما يبادر صاحب المنزل بالقول أهلا وسهلا لورد الدار. فأهلا وسهلا بكم، فأنتم أحبابنا وأصدقائنا، وبالفعل نورتم بيوتنا وأضأتم قرانا وشغلتم محرك الدولة الاقتصادية مما ساهم في انعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقتنا. فشكرا لمشروع تمكين الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USA ومؤسسة الإسكان التعاوني ومؤسسة إنعام عوض للمساهمة في تقديم هبة من مولدات كهرباء وكابلات لبلداتنا التي كانت وما تزال تعاني بدفة متشبثة بأرض الأجداد. بداية الأستاذ أنطوان، ممنونك على هالكلمة الحلوة اللي جبتها باسم البلديات. بس بدي أقول إنه سمعت بكلمتك إنه كيف عم تشكر مؤسسة إنعام عوض. أنا بدي أقول إنه وجودي اليوم معكم نحن وإياكم نشكر الوكالة الأمريكية للتنمية USA. ونحن وإياكم نشكر مؤسسة الإسكان التعاوني الممثلة الدكتور أيمن عبد الله. عم بقول هذا الكلام لأنه ما في شك بيننا وبينكم. في نضال مشترك، في قناعة مشتركة بأن هذا البلد لازم يتطور باتجاه الحرية، باتجاه الاستقلال، باتجاه المشاركة. في نضال مشترك نحن وياكم بأن هذه المنطقة تقدر تتحرر أمنيا، تتحرر اقتصاديا، تتحرر اجتماعيا، وتتحرر سياسيا. في نظام مشترك نحن وياكم لهذه المنطقة ودولة هذه المنطقة يبقوا بأرضهم. لأنه ما بيفيد إنه نحن نسعى إنه ناخذ مراكز رسمية إن كانت نيابية أو وزارية أو غيرها على أرض ما بقى فيها مواطنين وما بقى فيها بشر. قوتنا فيكم، قوتنا إنه أنتم تبقوا بأرضكم. وهلا كنا عم نقول مع الأستاذ أيمن عبد الله عم نقول إنه هالضيعة على الإزالة إن كانت تولى وإن كانت أسلوط، إن كانت البحيرة وإن كانت المزرعة، أنه هذه الضيعة تلتين أهاليها إذا مش أكثر موجودين بالاغتراب لأنه ما قدروا يبقوا هون يحافظوا على حياة كريمة بأرضهم. وهيدي المعركة والنضال اللي عم نخوضها نحن وياكم. وجودنا اليوم تنقول أنه هالمشاريع اللي كنا تمنينا أنه ما تكون ضرورة. تصوروا اليوم نحن وياكم مجتمعين نفتتح متير كهرباء تنقدر نعطي كهرباء للناس بوقت بكل دول العالم سنة 2013 مثل ما تفضلت وقلت الأخوان كل دول العالم كهرباء من البديهيات. ولكن اللي احنا بدنا لكم اياه
انه هالمشاريع اللي بدنا نعملها بمهمه او بتمويل الوكاله الامريكيه للتنميه USA، لانه هذه المشاريع اجت ضمن مشروع تمكين اللي طالت 44 بلديه على مستوى الشمال بعكار وبضليه وبقضاء زغرتا، وقضاء زغرتا طبعا نالت 10 مشاريع وقدرنا نقوم بهذا المشروع. واللي بدي اقول اكثر من هيك انه هذا المشروع بالنسبه لنا هو شهاده ايمان، شهاده ايمان بادخال البعد التنموي الحقيقي على العمل السياسي لقضاء زغرتا، مش العكس، مش تسييس المال، مش وضع اليد السياسي على القدرات الانمائيه بقضاء زغرتا. نحن براينا ما بقى مقبول أن الأموال المفترض تروح للإنماء بقضاء زغرتا عم تتحول عبر بعض المؤسسات الإنمائية إلى وضع يد سياسي للناس تضطر بمطوزونة تروح تشحد بين هلالين البيك تقدر تحصل على حقوقها مقابل أن تعطي صوتها حتى لو بدنا ما تنعم بهذا الموضوع. نحن هون تبلكم أنه هذه المشاريع الإنمائية ما لها هوية سياسية. هذه المشاريع الإنمائية بتطال كل الناس، شو ما كان الهدف السياسي. هذه المشاريع الإنمائية بتسمح لكل الناس تبقى بأرضها، شو ما كانت آرائهم السياسية. وانطلاقا من هون هذه قناعة منا كمؤسسة غني معوض أنه جزء من مشروع الشراكة والتحرر اللي نحن عم ندعي له بزغرتا الزاوية كما بكل لبنان هو تحرير الناس من الحاجات اليومية. جزء من مشروع التحرر والشراكة اللي نحن عم ندعي له هو الشراكة الفعلية بالإنماء، هو الإنماء من أجل الحرية مش الخدمة من أجل كبت ومن أجل خطف أراضي زغرتا الزاوية لمصلحة جزء من المستفيدين إن كان على المستوى الإنمائي أو على المستوى السياسي. وأنا اليوم عم خاطبكم وأنا بمزرعة التفاح قلعة الأحرار وأنتم رغمتوا كما كتبوا القضاء شوقهم باتجاه الحريه. اذا الله راد هذه الخطوه الاولى باتجاه خطوات كثيره، باتجاه التغيير، باتجاه الشراكه، باتجاه التحرر. هذا هو مشروعنا المشترك، واذا الله راد عم نحط يعني مدماج اساسي بهذا الاتجاه. وانا اليوم كمان جاي ادعوكم انه بتعاوننا مع USA مع الوكاله الامريكيه للتنميه مؤسسة غني معوض حتكون شريكة أساسية بمشروع جديد، مشروع بلدي اللي هي حتكون الشريكة على مستوى الشمال كما جبال وكسروان. وهذا المشروع حيكون مشروع للتعاطي مع كل بلديات هذه المنطقة، حوالي 350 بلدية. من جديد حنقدر نتعاطى مع البلديات ليقدروا البلديات يقدموا مشاريع حسب حاجاتهم وبالطبع حسب المعايير اللي حاطينها الوكاله الامريكيه للتنميه ومؤسسه غني معوض، ونقدر نكمل المشروع الانمائي اللي ابتديناه سوا. واذا نظرتنا ان نكون على ابواب 2013